السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مش هاتكلم عن موضوع علمي، لكن هاحكي قصة مهمة ويا ريت تركزوا معايا فيها. القصة عن عالم النفس التربوي اسمه لازلو بولغار. لازلو بولغار ده صاحب مقولة إن العباقرة يصنعون ولا يولدون. عمل لي نظرية سماها نظرية الذكاء المكتسب، لأنه كان مقتنع تماما إن العبقرية دي مش شيء فطري، العبقرية هي شيء مكتسب عن طريق التدريب. المهم لازلو اتجوز واحدة مؤمنة بنفس النظرية بتاعته، وده كان لازم. هنقول ايه دلوقتي؟ خلف 3 بنات اللي هم سوزان، صوفيا، وجوديت. لما وصلت سوزان سن 4 سنين بدأ إن هو يطبق النظرية بتاعته عليها، وعلمها هو ومراته لغات، لدرجة إن سوزان كانت بتتكلم ب7 لغات في سن صغيرة. وعلموها كمان الرياضيات والشطرنج. اشمعنى الشطرنج؟ علشان الشخص اللي هو عبقري في الشطرنج ده شيء واضح لينا كلنا، مفيش أي مجال للنقاش. مش هقدر اقول ان الشخص ده مش عبقري، العبقري في الشطرنج بيبقى واضح. اتولدت صوفيا وجودات، وبرضو مروا بنفس اللي مرت بيه سوزان. وتمر السنين ونلاقي سوزان أخدت لقب الجراند ماستر، اللي هو لقب الأستاذ الكبير. كانت أول امرأة في التاريخ تحصل على اللقب ده. صوفيا كان أدائها يعتبر 5 أفضل أداء في العالم. وجودات في سنة 12 سنة صنفت من ضمن أفضل 100 لاعبة في الشطرنج في العالم. وبكده يكون لازلو أثبت النظرية بتاعته اللي هي نظرية الذكاء المكتسب، وإن العباقرة فعلا يصنعون ولا يولدون. لو جينا بقى بصينا على الموضوع من منظور علمي شوية، هنلاقي إن لازلو هنا اعتمد على حاجة اسمها نيوروبلاستيستي. النيوروبلاستيستي دي بنسميها اللدونة العصبية، واللي فيها المخ بيقدر يتكيف ويتغير على حسب المهارات اللي انت بتعلمها للشخص. اللدونة العصبية دي بتبقى قوية جدا 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 في الأطفال. أول عقد في حياة الطفل اللي هو أول 10 سنين دول بتبقى بلاستيستي اللي هي اللدونة العصبية قوية جدا عندهم. بمعنى إيه؟ بمعنى لما تعلم الطفل ده مهارة هيبدأ المخ بتاعه يكون دايرة عصبية خاصة بالمهارة دي، ولما تبدأ تكرر المهارة دي وتدربه عليها أكتر بيبدأ الدايرة العصبية دي تبقى أقوى وأقوى، ويبدأ الشخص ده أو المهارة بتاعته تبقى أوتوماتيكية. احنا قلنا ان النيوروبلاستيستي بتبقى قويه في الاطفال، والشخص لما بيكبر النيوروبلاستيستي بتبقى بتقل، لكنها ما بتنتهيش، لان احنا كدكاتره علاج طبيعي اصلا معتمدين على النيوروبلاستيستي. لما يجي لي شخص مثلا عمل حادثه وحصل له شلل في اي جزء من اجزاء جسمه، احنا بنبقى معتمدين على النيوروبلاستيستي ان احنا لسه هنعلم تاني المخ يتحرك، او نعلم المخ الحركه بتاعه الطرف ده. المخ بتاعنا مرن سبحان الله، يعني المخ بتاعنا مرن يقدر ان هو يغير نفسه. تمام. فزي ما احنا قلنا النيوروبلاستيستي بتبقى قويه قوي في الاطفال، فما ينفعش ان احنا الفتره دي اللي هي فتره الكريتيكال بيريد اللي هي اول 10 سنين ما ينفعش ان انا اسيبها، لازم استغلها، لازم استغلها في حياه الطفل، اعلمه مهارات كتير. ما اقولش ان ده لود، هو هيستقبل كل المهارات دي، ده مش حمل عليه خالص. المهارات دي هو هيتعلمها ويستقبلها عادي. يعني احنا دلوقتي مثلا بنسمع برنامج دولة التلاوة. الأطفال اللي هم بيسمعوا قرآن ده دول عند سنة مثلا تلاقيه 9 10 سنين، وشخص مثلا عنده 30 40 سنة مش عارف يحفظ القرآن. ليه بقى؟ لأن الطفل ده النيوروبلاستيستي عنده هو أعلى خلاص. فلازم نستغل بقى الفترة اللي هي الكريتيكال بيريود دي. أعلمه حفظ القرآن، أعلمه رسم، أعلمه سباحة، أعلمه قراءة، أعلمه كتاب، أعلمه مهارات كتيرة قوي قوي. ما ينفعش العبث اللي احنا بنشوفه، يعني ما ينفعش ان انا اشوف طفل مثلا عنده 6 7 سنين معاه موبايل. طيب ليه ادي طفل عنده 6 7 سنين موبايل؟ بجد ليه؟ عشان نريح دماغنا؟ طيب ما انا في ايدي ان انا اخليه عبقري، زي ما لازلو عمل. لازلو خلى بناته عباقرة، في ايدي ان انا اخليه عبقري فعلا. خلاص، فلازم نستغل الفترة دي كويس، وبلاش ارجوكم العبث اللي احنا بنشوفه.